لازم ان يكون صريح في التشكيله. هذه تشكيلتي ولن اغيرها، وهذه تشكيلتي. لما محرز يكون حاضر يقول كان حاضر، لكن هو حاضر، يكون حاضر يلعب. فلازم جوارديولا يخرج ما عنده، لأننا نرفض أنه جوارديولا يقضي على محرز، لأنه لا سبيل إليه وأنه محرز يتراجع، لأنه محرز لديه شخصية قوية، لأن محرز لديه استعدادات كروية كبيرة وفنياته ممتازة جدا، فلن يخضع لكل هذا من طرف بيب جوارديولا مش أول مرة، فعل الكثير أيضا في برشلونة مع عدة لاعبين منهم سامويل إيتو تحدث على ما فعله جوارديولا معه. تفضل فتحي. هشام انا نجاوبك دون لف ولا دوران، مش الدوران نتاع جوارديولا. بارك الله فيك. ظالم. جوارديولا ظالم. جوارديولا فقد السيطرة على حجرة الملابس. نتذكر كلنا ستيرلينج شو عمل معاه وقت اللي جاء خارج، والعب المقابلة اللي بعد جويليا 2018 هشام جوارديولا جرى وسعى بكل الوسائل باش يجيب رياض محرز. جاء رياض محرز هو الثاني لاعب معناها حاسم في فريق مان سيتي. عن أي دوران يتحدث؟ أنا متأكد من كونه رياض محرز هو ضحية أخلاقه، هو ضحية ربما صمته، هو ضحية الانضباط متاعه، ولكن في وقت ما الظلم عنده حدود، لأنه جوارديولا ظلم عديد اللاعبين. يظهر لي شيبو قال المشكلة فما مشكلة بين جوارديولا ورياض محرز. أنا أقول لك شيبو كلامك صحيح، أما نضيف عليه حاجة. شو المشكلة؟ جوارديولا عنده مشكلة مع نفسه، عنده مشكلة مع نفسه. جوارديولا ما عادش عارف شنو هي خياراته. جوارديولا ما عادش عارف شنو هي خياراته. جوارديولا ربما تأثر بالمحيط ببعض التصريحات للاعبين كما دي بروين وغيره لرياض محرز، وأنه ربما يطنب كثيرا في المراوغات. أنا اليوم في بلاصة رياض محرز وأنظر للترتيب هشام، من هو الفريق الأول؟ فريقه الأول هو حبه الأول، لايستر هو فريقه هو في أعلى الترتيب، وبالتالي حسرة كبيرة. وكأني بجوارديولا يحاول تحطيم رياض محرز وهو في العنفوان متاع الأداء متاعه. جوارديولا فعلا وضحية، تعرف رياض محرز ضحية ماذا أيضا هشام وانت قلتها، ولكن نحاول نفهم. وانه ما عندوش لوبي في الإعلام الإنجليزي، ما وراهش لوبي، لأنه رياض محرز لاعب متواضع، لاعب خلوق، ما عندوش لوبي وراه باش يدافع عليه، وربما يقول لماذا؟ لأنه ظلم فعلا. عندك لاعب بالامكانيات نتاع رياض محرز، بالساق اليسرى نتاع رياض محرز، بالتمريرات الحاسمه، بالاهداف الممتازه نتاعو، حتى بدايه الموسم هذا مش خايبه تماما، بل بالعكس، ولكن يضعوا خارج قائمه 18. جوارديولا يظهر لي ظالم في خصوص رياض محرز، وبالطبع عليه هو مش رياض محرز، لانه رياض محرز ملتزم بواجب التحفظ هشام. على جوارديولا ان يفسر ويجيب، وما يقولناش دوران، لانه دوران بطبيعه الحال ما يقنع حتى حد، وتكون الجواب نتاعو جواب خارج الموضوع. شيبو. هشام بس اقول شيء واحد لو سمحت. انا اعتقد لو رياض محرز ياخذ الصفه الاساسيه في التشكيله وياخذ الفرص التي تمنح لدي بروين بعد كل عوده من اصابه، او حتى عندما لا يكون جاهز يشارك، سيكون محرز هو صانع الالعاب الاول وصانع الاهداف الاول في تشكيله السيتي على حساب دي بروين. ولا اتفق مع فتحي المنفوخ اعلاميا بسبب اللوب الذي مرتبطه بجوارديولا. لو متاعك مرتبطه بجوارديولا، شنو هو لو شو يعمل؟ يلعب وحده بالسيف، يلبس وحده ويهبط وحده. لو مرتبطه بجوارديولا بالطبع. لو لعب رياض محرز سيفرض نفسه، ولكن المدرب هو اللي يلعبه.
يا رسول الله كيف يفرض ما دام ما يلعبوش؟ هو دائما تبقى القرار المدرب. هذا هو المدرب هو اللي المدرب هو دائما اللي يتحمل المسؤوليه في قراراته في اختياراته، لكن احنا صراحه انا شفت في العديد من المباريات يدخل يغير اشياء كثيره، عندما نتوقع يكون اساسي في المباراه اللي بعدها، لكن هو دائما يغيب، اما احتياط اما غائب عن التشكيل. هو غوارديولا هشام يتفلسف. عقليته صعبه جدا، هو انه يريد دائما يبقى مسيطر على غرفه الملابس، هو النجم يعني يسيطر. ما قلناش ما تسيطرش، لا، لكن نحن لا ندري ماذا وقع، لان هناك اكيد هناك مشكل وقع والمشادات كلاميه. اذا كان فيه مشكل هو خرج المشكل، ما يقدرش، مش ممكن يقعد المشكل مخبي لهالدرجه. ما يقدرش، صار لها مده الحكايه هشام. يا شيبو صار لها مده الحكايه. محرز ما يقدرش يخرج للكلام ويتكلم على مشكل مع المدرب، ما يقولش، لكن ما يتكلمش لانه عنده عقد ولا زال المدرب. انت كنت لاعب وتعرف في حجره الملابس لازم فما كلام يخرج، لازم فما شيء يخرج في حجرة الملابس، في التمارين، من هذا من ذاك، الكلمة المسير من المسيرين ومسير من المسيرين، لازم فما شيء يخرج، لازم بصراحة يعني إذا كان فيه مشكل بمجد يعني حاضر وواضح هذا المشكل كان خرج. هو فيه المشكل هشام، المشكل من غوارديولا أنه أصبح فقد ثقة في محرز، ولا يريد أن يكون لاعب أساسي، وهذا اتضح من اعتماده على طوريس. هو لو كان عاوز يكون أساسي هشام في مشكل أزمة ثقة بين غوارديولا ومحرز. مين ما عنده ثقة في الآخر؟ غوارديولا أكيد. غوارديولا ما عنده ثقة في محرز. من غوارديولا، لأنه غوارديولا مثل ما تفضلت يريد توريس هو ليش غوارديولا ما يكون صريح؟ هو عمره ما كان، لا مستحيل يخرج مدرب. هذا هو المهم دلوقتي. لا هو لما كان برشلونه وكانت عنده المشاكل مع ايتو مع رونالدينيو، ما كانش يصرح بالاشياء كلها. لا. كان من دائما يحاول يبعدهم حتى بعدهم عن الفريق. المهم بالنسبه للرياض دلوقتي، اذا كان جوارديولا فقد ثقته في محرز، فاحنا مش عايزين محرز يفقد ثقته في نفسه، لانه محرز من النوع اللاعب العاطفي اللي ممكن يتاثر نفسيا. شفنا جمال بالماضي عمل ايه مع محرز بالحوافز والدوافع والكلام والتشجيع، خلق منه لاعب اكثر من رائع، يعني اضاف له كتير. فاتمنى انه محرز ياخد الكلام ده حافز ليه، انه يزود من قدراته، يزود من جهده، يزود من تحضيراته، بحيث اول ما يزود لكن في النهايه في حاجه الى يحتاج المباريات، يحتاج طبعا حتى لو انتقل في يناير لازم يلعب، حتى لو انتقل في يناير يكون جاهز يزود في النهايه التزويد في النهايه التزويد يخلص، في النهاية البطارية تخلص. يزود في النهاية البطارية تخلص. إذا خلصت البطارية لازم يلعب، على الأقل يكون لازم يلعب. اللاعب لازم يلعب، لازم يكون على العشب، لازم. هذه سبحان الله، وحقه أنه يلعب، خاصة أنه لاعب ممتاز. فتحي تفضل. لا هذا هو هشام، مش أقول لك هل من حق مدرب أن يحطم لاعب استثنائي؟ هل